في المغرب وبزاف ديال دول العالم الثالث كيتعاود واحد المشهد اللي ولا مألوف. الناس كتوصل لدرجة الغضب، كتخرج للشارع وكتطالب بحقوق أساسية بحال التعليم، الصحة والشغل والكرامة. كتسمعوا شعارات قوية وكنشوفوا وعي جماعي وكيطالب وكيبان أن المجتمع فاق وبغى التغيير. ولكن ملي كيدوز الوقت وكيجي شي حدث كبير بحال كأس العالم ولا كأس إفريقيا، كيتبدل المشهد فجأة. الشارع اللي كان كيغلي وكيطالب كيرجع يحتفل، يغني ويشجع، وكأن المشاكل اللي خرجت عليها الناس ما بقاتش موجودة. هاد التحول ما خاصوش يتفهم على انه نسيان بسيط ولا تناقض ساذج. الواقع اعقد من هكا، حيت المشاكل الحقيقيه ما كتحلش في شهر ولا ماتش، والتعليم ما كيتصلحش بهدف، والصحه ما كتحسنش بفوز. اللي كيتبدل هو نفسيه الناس وطريقه تعاملهم مع واقع ضاغط بزاف. المواطن المغربي عايش في حاله ضغط مستمره، غلاء المعيشه وضعف الاجور والبطاله، قله الفرص، انسداد الافق. هاد الضغط كيخلي الانسان يوصل لمرحله الارهاق وكيولي صعيب عليه يبقى ديما في حالة احتجاج ومواجهة. منين كيطلع حدث رياضي خصوصا بحال كرة القدم كيوقع واحد تحويل في الوعي الجماعي. كرة القدم كتعطي واحد المتنفس نفسي، واحد اللحظات اللي كيحس فيها الانسان براسو منتمي لشي حاجة اكبر، كيحس بالقوة والفرح ولو كان هادشي غير مؤقت. في المجتمع اللي كيحس فيه الفرد ان صوته ما مسموعش وان المطالب تاعو لا تبدل فيها والو، كيبقى التشجيع والاحتفال واحد من الوسائل القليله اللي كيحس فيها بانه حاضر ومعترف به. ولكن الخطير في هذه الظاهره هو ان كره القدم ولات كتخدم كتعويض على الفشل في مجالات اهم. ملي كيطيح التعليم كنطلعوا للمدرجات، وملي كتفشل السياسه الاجتماعيه كنرفعوا الاعلام، ملي كتغيب الكرامة في حياتنا اليومية كنقلبوا عليها في ماتش ديال 90 دقيقة. وهنا كيبان الخلل العميق ملي كتولي لحظة رياضية هي المصدر الوحيد ديال الفخر والانتصار. وهذا الشيء كيعني لنا أن الحياة العامة كلها مهزومة. عند المجتمع ولا عامة الناس كيكون واحد الوعي، ولكن هاد الوعي مجروح. الناس عارفة باللي الوضع خايب وكتعرف باللي المطالب ديالها مشروعة، ولكن ما بقاتش كتشوف الطريق. الاحتجاج بلا نتيجة كيدمر المعنى ديالو. ملي كتخرج وما كيتبدل والو، الغضب كيولي عادة، والعادة كتولي فارغ. ومن هنا كيدخل الإحباط، وكيولي الإنسان كيقلب غير على شي حاجة تنسيه، ماشي تغير ليه الواقع. المشكل حتى هو أن الوعي في هذه المجتمعات غالبا كيكون قصير النفس، كيطلع بقوة ولكن ما كيدومش، حيث ما كاين لا تنظيم قوي، لا ثقة في المؤسسات، ولا أمل واضح في التغيير. أما الفرح الرياضي فهو سهل وسريع التنفيذ، وما كيطلب حتى مجهود فكري، غير شوية تاع الحماس وكتنسى ولو مؤقتا. وخاصنا نكونوا صراحة مع راسنا، ملي كنحتفلوا وكأن شي حاجة تبدلت راه كنشاركوا بلا ما نحسوا في إعادة إنتاج نفس الواقع اللي كنشتكيو منه. ماشي حيت الشعب ما واعيش، ولكن حيت النظام الاجتماعي كامل مبني على إنهاك الإنسان، حتى كيولي عاجز على المواجهة الطويلة وكيقلب غير على لحظات ديال الهروب. هادشي ماشي خاص بالمغرب بوحدو، ولكن كيبان فيه مشكل واضح، حيث المواطن حاصر بين الحاجة للعيش والحاجة للكرامة. منين كتولي الكرامة صعيبة في السياسة وفي الاقتصاد وحتى في الخدمة، كتولي سهلة في الرياضة. السؤال الحقيقي ماشي علاش الناس كتبدل رأيها بسرعة، ولكن علاش ما بقاش كتشوف طريق حقيقي باش تفرض مطالبها. علاش الاحتجاج ما كيوليش تغيير، وعلاش الفرح ولا هو اللغة الوحيدة المشتركة بين الجميع. واش المشكل في الشعب اللي كيفرح، ولا في واقع ما كيعطي حتى سبب حقيقي ودائم باش يفرح؟ إلا بقى الوعي محصور في الغضب المؤقت والفرح المؤقت، غادي نبقاو دايرين في حلقة مفرغة. التغيير الحقيقي
الحقيقي كيحتاج وعي طويل النفس، التنظيم والصبر، وقبل كل شيء الأمل. ولكن ملي كيتقتل الأمل كيبقى غير الهدف الصراخ بالفوز، واللحظة اللي كتدوز وكيبقى الواقع كما هو.